لف السوبر جيت على كل المحطات، وفي كل مرة بنكتشف أسرار وأسرار أماكن أول مرة بنسمع عنها، ومهمتنا إنك تعرفها. هيلف بينا من شرقها لغربها، من نويبع لاسكندرية للصعيد، وهنشوف مناطق كتير وبلاد أكتر، وكل يوم في محطة جديدة. كل ده وبس في برنامجكم سوبر جيت. إعداد أميرة عبد الحي، تقديم وليد عادل، على إذاعة علشان بلدنا. مساء الخير على كل اللي بيسمعونا على إذاعة علشان بلدنا، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم سوبر جيت. معاكم وليد عادل ولمدة تلت ساعة. النهاردة احنا هنروح رحلتين. الأولى هتكون لجنوب سيناء وهنزور فيها محطتين هما سانت كاترين ونويبع، والتانية نيل نوبة. ايه رأيكم نروح نسمع رأي الناس في الأماكن دي ويعرفوا ايه عنها ونرجع تاني؟ عارفين دير سانت كاترين؟ انا اعرف. سمعت عنه بس ما شفتوش. عارفين دير سانت كاترين؟ عارف. اسمع عنه طبعا. سمعت عنه بس. عارفاه. عارفاه بس ما اعرفش هو فين. لا ما اعرفوش. اعرفه بس ما رحتوش. اول مرة اسمع عنه. ايوه اللي في سينا، ايوه عارفه. ايوه عارفينه. جربوا فين؟ عارفين نويبع؟ اعرف. لا مش عارفاه. سمعنا عنها بس برضه. اعرف ان هي في جنوب سيناء بس مش بالظبط. عارفاها بس ما كنتش عارفه هي فين. تعرفوا ايه عن نويبع؟ او يعني سمعتوا عنها قبل كده؟ انا سمعت عنها بس ما اعرفش هي ايه بالظبط يعني. تمام، وانا برضه سمعت عنها تقريبا اللي هي قريبه من سينا او في سينا تقريبا كده. صح؟ نويبع سمعت عنها. لا ما اعرفوش برضه. لا مش قادره اقول. لا ما اعرفش. بس هو انا سمعت عنه كتير بس يعني ما رحتهاش قبل كده. لا. طب عارفين معبد ابو سمبل؟ عارفاه ورحت قبل كده، رحله مع المدرسه. لا مش عارفاه. عارفاه بس ما رحتش قبل كده. انا برضه اعرفه بس ما زرتوش يعني. عارفاه. معبد ابو سمبل؟ اسمع عنه. بسمع عنه في الاقصر واسوان تقريبا ولا ايه؟ طبعا اعرفه، ده من اشهر المعالم الاثريه في مصر يعني. افضل معلم شفته في حياتي. مكان اثري جميل. معلم. عارفين طبعا. ايوه اللي جنبه جزيره الفيلة، عارفه. بشوف تلفزيون. ورجعنا لكم، وبعد ما سمعنا اللي اتقال تعالوا نعرف مع بعض اكتر عن اول محطة معانا وهي سانت كاترين. ومادام قلنا سانت كاترين يبقى اول حاجة هنتكلم عنها هو دير سانت كاترين. الدير موجود اسفل جبل كاترين، اعلى الجبال في مصر وبالقرب من جبل موسى، ويقال انه اقدم دير في العالم، وبيعتبر مزار سياحي كبير عشان بيجيله افواج سياحية من كل انحاء العالم. والمكان ده شديد الخصوصية وبيتمتع بهالة من القدسية عند أصحاب الديانات اليهودية والمسيحية والإسلامية. واللي بيدير الدير هو أسقف سينا، وكهنة الدير مش مصريين ولا بدو، لا دول يونانيين. والدير اتبنى بناء على أمر الإمبراطورة هيلين أم الإمبراطور قسطنطين، بس اللي بناه فعلا هو الإمبراطور جاستنيان عشان يشيل فيه رفات القديسة كاترين. وكمان الدير فيه كنيسة تاريخية فيها هدايا قديمة من ملوك وأمراء، وفي بير يقال إنه بير موسى عليه السلام. والعجيبة إن الدير اتبنى حوالين شجرة يقال إنها شجرة موسى اللي قادت نار عشان يهتدي ليها موسى ويكلم ربنا. والشجرة دي كل ما يحاولوا يزرعوها بره الدير تفشل محاولتهم عشان هي ما بتكبرش غير جوه الدير. وكمان الدير في مكتبة للمخطوطات، هي تاني أكبر مكتبات المخطوطات بعد الفاتيكان. والدير فيه مسجد الحاكم بأمر الله، والمسجد اتبنى في العصر الفاطمي عشان يحمي الدير من الهجمات اللي كان بيتعرض لها في الوقت ده.
وده كان نبذة مختصرة عن الدير، ودي كانت محطتنا الدينية في سانت كاترين. بس انا عايز اقول لكم قبل ما نمشي من المحطة دي ان احنا ممكن نلاقي هناك كمان استراحة الرئيس الراحل محمد انور السادات، وفي كمان محمية طبيعية جميلة فيها 27 نوع من الزواحف و28 نوع من الفصائل النباتية النادرة. وبكده تكون خلصت أول محطة معانا. تعالوا نروح نسمع أغنية ونرجع تاني. ورجعنا لكم وتعالوا نشوف تاني محطة معانا. تاني محطة معانا هي نويبع. تعتبر نويبع الضفة المقابلة لميناء العقبة الأردني، وهي موجودة بين مدينة دهب ومدينة طابة، وفيها ميناء بحري يوصل للأردن، وهي ميناء مصري مهم على خليج العقبة. وكانت زمان مدينة نويبع معروفة باسم قلعة نويبع أو طابية نويبع، عشان القلعة اللي كانت اتبنت فيها في القرن اللي فات. ونويبع فيها آبار مية كتير بالإضافة لمية السيول والعيون القريبة، وهي منطقة سياحية فيها مشروعات سياحية كتير تعتمد على السياحة الشاطئية والغطس والسفاري. بس دلوقتي بقت معروفة بمدينة الأشباح عشان ما بقاش فيه إقبال سياحة عليها، مع العلم إن نويبع فيها أجمل شاطئ في العالم وهو شاطئ الريفيرا. يا ترى ممكن قدام يحصل تطوير لنويبع ويبقى فيه إقبال عليها ولا؟ ودي كانت رحلتنا في منطقة جنوب سيناء. ايه رأيكم نروح نسمع اغنية لحد ما نوصل للجزء التاني من رحلتنا؟ يلا بينا. ورجعنا لكم تاني واحنا دلوقتي في النوبة، بالتحديد في منطقة أبو سمبل. يا جماعة عايز أقول لكم إن الناس هناك بتعمل حاجة حلوة بجد عشان تحافظ على التاريخ، زي عم كاشف. حكايته إيه بقى الراجل ده حول بيته الفندق عشان يحافظ على التراث، وقسمه ل5 غرف، وده عشان يحيي التراث النوبي هناك ويخليك تحس بحقيقة الحياة. والبيت مبني من مكونات طبيعية ومخلفات الحيوانات، يعني لا بيضر البيئة ولا بيكلف كتير. ونصيحة مش هتندموا لو رحتوا هناك، لانك هتحس براحة بال وتصفي دماغك من كل المشاكل اللي عندك. وهنا تكون خلصت رحلتنا النهاردة. اتمنى اني ما كنش طولت عليكم وتكونوا استمتعتوا معانا. استنوني في رحلة جديدة السبت الجاي في برنامجكم سوبر جيت. لف السوبر جيت على كل المحطات، وفي كل مرة بنكتشف أسرار وأسرار أماكن أول مرة بنسمع عنها، ومهمتنا إنك تعرفها. هيلف بينا من شرقها لغربها، من نويبع لاسكندرية للصعيد، وهنشوف مناطق كتير وبلاد أكتر، وكل يوم في محطة جديدة. كل ده وبس في برنامجكم سوبر جيت. إعداد أميرة عبد الحي، تقديم وليد عادل، على إذاعة علشان بلدنا.